السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قول كورة. قول كورة قناة رياضية هنتكلم فيها مع بعض كورة، نتفق كورة ونختلف كورة ونتثقف كورة، ولكن بطريقتنا احنا، بأسلوب راقي بعيد عن أي تعصب أو تحيز، وفي الآخر بنطلع هدف في الكورة. لو عجبتك القناة اعمل لايك واشترك معانا، ويسعدني ويشرفني دايما تواصلكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم. معاكم هشام حامد، حكم الكورة السابق. There's so many things that I keep in my mind, like a phoenix. There's a reason why all the emotions I built up inside you. رجعنا لكم تاني في قول كورة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده كانت بداية دوري نايل موسم 25-26 الجمعة 8/8. كان عندنا 3 مباريات. أول مباراة كانت الساعة 6 بين وادي دجلة وبيراميدز. تاني مباراة وتالت مباراة كان في نفس توقيت الساعة 9، كان مصر بورسعيدي مع الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا مع الزمالك. دول ال3 مباريات اللي بدأت بيهم الجولة الأولى النهارده. إن شاء الله المباراة الأساسية اللي هنتكلم عليها النهارده هي مباراة الزمالك وسيراميكا، ولكن بعد الفاصل. قول كورة واحنا كمان هنقول. هنتكلم عن نادي الزمالك في الشوط الأول. الشوط الأول الزمالك لعب بخطة 4-2-3-1، 2 مدافعين في نص الملعب مع الرباعي الدفاعي محمد شحاتة ودونجا، وقدامهم عبد الله السعيد ويمينه ناصر منسي وعلى شماله شيكو بانزا، وقدام ناصر منسي. في الحقيقة التشكيل هو التشكيل ده ما يختلفش كتير جدا عن تشكيل الزمالك السنة اللي فاتت. الزمالك كان بيلعب بوينجين، الوينجين مش موجودين دلوقتي، مصطفى شلبي وكان زيزو في الاهلي، ومصطفى شلبي راح البنك الاهلي. المدرب ابتدى الصعيد عن الوينجين دول بشيكو بانزا، ده تعاقدات جديده، وناصر ماهر اللي بيحاول يجربه في الناحيه اليمين عشان يكمل في الحته دي. الحقيقه الزمالك في الشوط الاول ما كانش موجود بشكل كبير، بس كان موجود دفاعيا. الزمالك كان حاول يقفل المساحات بشكل كبير. الزمالك في كل الكرات اللي بترد للمنطقه الدفاعيه لسيراميكا بيطلع زي طريق برشلونه، بيطلع بيتحرك لنص الملعب كل كتله واحده وبيرجع يدافع كتله واحده. نقول الزمالك نجح دفاعيا في الشوط الاول، نجح دفاعيا في الشوط الاول. هما فرصتين اللي جم لسيراميكا بتاع فخر لقاي، وفرصه تاني بعدها ب10 دقايق، وبعد كده مفيش فرص. في المقابل كانت في فرصه للزمالك بتاعت ناصر ماهر. الزمالك بصراحه ما قدمش في الشوط الاول حاجه تذكر، مش عارف يطلع بالكوره، وانا شايف السبب الرئيسي الاثنين رقم 6 اللي موجودين في الملعب، دونجا ومحمد شحاتة. حتى الاثنين ما بينزلوش السلم مدافعين، فعادة بداية الهجمة الونش او حسام عبد المجيد بيتضغط عليهم، بيرجعوا للصبحي بيعمل كرة طويلة بتاخدها سيراميكا كليوباترا. فكان الاستحواذ الشوط الاول بنسبة كبيرة حوالي 65% لسيراميكا كليوباترا، 34% للزمالك، وسببه عدم تحرك الاثنين خط وسط المدافع شحاتة ودونجا بشكل كويس في الملعب. حتى مش قادرين يبينوا ان احنا نازلين نستلم الكوره، ما بيظهروش لزمايلهم المدافعين، فبالتالي بيضطر المدافع يلعب كره طويله او حارس المرمى بيلعب كره طويله، ودي خلت معظم كره الزمالك كلها مقطوعه. الحقيقه الناحيه الثانيه على المقابل علي ماهر عرف يضغط الزمالك في الشوط الاول بشكل كبير، وعرف يستخلص الصوره بشكل كبير، واستحوذ على المباراه بشكل كبير، استحوذ على الشوط الاول بشكل كبير. والفرق بين علي ماهر وفريرا في الشوط الاول ان علي ماهر لعيبته بيلاقوا بعض. الزمالك تحس ان الخطوط متقاربه دفاعيا، بس هجوميا الخطوط بعيده جدا عن بعض. الزمالك ابتدى يحط على شيكو بانزا انا من وجهه نظري حاول يبين نفسه الشوط الاول، بس بطريقه يعني انا شايف ان ما بانش فيها اداؤه او طريقه لعبه بشكل كبير جدا. شايف ان هو لعيب شويه متسرع شويتين، يعني زي ما بنقول كده في كوره قرعن شويه، بيسلم الكوره ما بيقفش عليها، مش هادي، ما بيهتمش بالكوره، الكوره بتضيع منه بسهوله. فمش عارفين قدام المدرب، يعني انا شايف لاعب زي ده محترف بيبقى جاي خلاص، ده لاعب محترف جاي دماغه اوريدي مسسمه الكوره، هيعرف ياخد الفريق لحته ثانيه. لا اللي انا شايفه ان لازم هيبقى عليه شغل كبير جدا من المدرب الفتره اللي جايه. يعني ايه يستلم، يعني ايه اهدى،
يعني ايه ابص لزمايلي، يعني يلعب الكوره صح، يعني ايه ما انفعلش في الملعب، انفعل كذا مره، لان ممكن ده توصله ان في ماتش مع التاني مع التالت خلاص الحكام هيشوف اداؤه فيه خشونه، هياخد الاصفر في الاصفر في احمر، هياخد طرد مباشر. فشاف الزمالك ممكن يخسر لاعب في الفتره اللي جايه بسبب الرعونه الزايده اللاعب زي شيكو فانز. حته تانية عبد الله السعيد ما ظهرش بشكل كبير، اتظلم كتير قوي ناصر منسي طوال المباراه لان مفيش حد كان بيوصل له كوره بشكل كبير. انما اللي انا شايفه ان المدرب محفظ اللعيبه حاجات مهمه جدا دفاعيه وممكن تكون هجوميه، بس ما شفناش حاجه منها الشوط الاول خالص. الشوط الاول كان كله معظمه شغل دفاعي، يعني ايه اللعيبه بتتحرك صح، يعني ايه بيقفلوا صح، فعلا اللعيبه قفلت صح، اتحركت صح، بس ما نقلتش كوره صح، ما عرفوش يطلعوا بالكوره بشكل كويس. وده كان تقريبا معظم الشوط الاول. الزمالك بيفقد الكره بسهوله، سيراميكا مسيطر على المباراه يعني اقل من المتوسط في الشوط الاول، ما شفناش فيها الهجمات السبع ثمان هجمات لكل فرقه في الشوط الاول، لا اللعب كله كان محصور في نص الملعب، استحواذ تام للسيراميكا، وما شفناش اي اداء هجومي للزمالك في الشوط ده. ده كان اداء الزمالك في الشوط الاول. هنتكلم عن اداء الزمالك في الشوط الثاني وبعد كده هنتكلم عن اداء السيراميكا في الشوط الثاني. خليكم معانا في قول كوره. قول كورة واحنا كمان هنقول. ورجعنا لكم تاني في قول كوره. هنتكلم عن اداء الزمالك في الشوط الثاني. في الحقيقه اول ربع ساعه من المباراه مباراه نفس وتيره الشوط الاول، ما شفناش فيها اي شق هجومي من الفريقين. اداء كان منحصر، تكتل في وسط الملعب، تقفيل بشكل كبير في كل تلت دفاع للفرقتين. ونقول كانت الفارق هي الدقيقة 65 مع بداية أول تبديلات في المباراة لنادي الزمالك. بداية التبديلات بخروج عبد الله السعيد وشيكو فانزا ونزول الفلسطيني آدم كايد وعبد الحميد معالي وتحرير ناصر ماهر. هي تقريبا دي نقطة تحول اللي حصلت في المباراة، وأنا عايز أقول ده فكر مدرب، يعني فكر مدرب. أنا شايف ناصر مش قادر يديني في الناحية اليمين، هعمل إيه؟ خدت ناصر حطيته اتحرك، خليك لعيب حر في الملعب، ونزلت طرفين تاني بداله. آدم كايد وديته ناحية الشمال فوق بنتايج، والناحية التانية نزلت عبد الحميد معالي فوق عمر جابر. بصراحة التغييرين دول عملوا حلحلة شوية في نص الملعب، بقت فيه سرعة في الأداء. وحابب أتكلم كلمتين على آدم كايد. آدم كايد ما شفناش بشكل كبير، بس مقارنة ببنزا لا، لعيب بيمسك كورة، يهدي على كورته، بيعمل هات وخد، بيتحرك خفيف في الملعب. وهو كان سبب رئيسي في الجون اللي جابه ناصر ماهر، ان استلم الكورة حطها تحت رجله وحطها لناصر ماهر، وعمل ان هو هيعمل معاه 1-2. تحركه برضه بياخد عيون المدافعين شويه، مع التصرف الرائع من ناصر ماهر في جون الزمالك، تصرف اكتر من رائع اللي جه قبل نهايه المباراه ب10 دقايق. استلامه للكره، سحبه الكوره برجليه الشمال الناحيه الثانيه، تسديدته للكوره حتى لو خبطت في المدافع ودخلت الجون، لا تصرف مهاجم مش تصرف لاعب اصلا، تصرف لعيب، ولعيب اللي بنتكلم عليه اللعيب اللي عنده المهاره. فبصراحه انا شايف ان المدرب ناجح تماما في التغييرين اللي عملهم في الدقيقه 65 بنزول ادم كايد وعبد الحميد معالي. ظهرت لمسات ادم كايد بشكل كبير، لسه ما شفناش عبد الحميد معالي. بس الشيء الكويس اللي بنبتدي عليه هو الحريه الكامله لناصر ماهر، حتى لو في اجزاء من المباراه، حتى لو انا ابدا بيه ناحيه اليمين وابتدي احركه بتغييرات معينه خلال المباراه، يبقى المدافعين وقعوا شويه، المدافعين بتوع الخصوم او خط وسط وقع، خط وسط المنافس وقع شويه فنيا، لا ابتدي الراجل ده يتحرك، يحط الكوره، هيعمل باص، يتحرك، يشوت. حركات ناصر ماهر حركات بتبقى سليمه في الملعب، وبصراحه بيقدر يعمل فرق. والنهارده بالتغييرين دول نسقف لفريرا بالتغييرين دول، عدل شويه من شكل الفريق اللي كان مش موجود تماما لغايه حوالي 60 دقيقه من المباراه او 65 دقيقه من المباراه. وابتدت الزمالك في التوقيت ده يمسك كوره شويه، بقى يجاري سيراميكا في انه يمسك كوره،
الاستحواذ قل شويه، تقريبا وصل 54 ل 46 في الدقيقه 65 او الدقيقه 70 من المباراه. تمام. وتبع التغييرين دول بتغييرين تانيين، نزل سيف جعفر والجزيري برضو لتحريك الجانب الهجومي. كل الكلام ده حصل قبل احراز الهدف. تمام. جت الدقيقه 80 تقريبا او الدقيقه 81 وناصر منسي احرز الهدف اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي كان شكله جميل. باص من ادم كايد، استلام، سحب الكره برجليه الشمال، سدد، جت في المدافع داخل الجون، جون جميل، خد الزمالك لحته ثانيه خالص رغم استحواذ سيراميكا لمعظم فترات المباراه. الجزئيه الجون هز سيراميكا شويه، ابتدى الزمالك يستلم كوره، ابتدى الزمالك يعمل هجمات مرتده. تمام. مع التقفيل الدفاع اللي احنا قلنا المدرب محفظ لعيبته تدافعوا ازاي. وبصراحه اللعيبه التزمت باللي قاله المدرب. اللي انا شايفه في الملعب من وجهه نظري ان اللعيبه التزمت باللي قاله المدرب تماما، فعشان كده ما كانتش فيه فرص كتير لسيراميكا، تكاد تكون فرص معدومه. يعني الوصول لمرمى صبحي او الخطوره على مرمى صبحي ما كانتش موجوده تماما. يعني مش هنقول الا مره في الشوط الثاني، والمرتين بتوع الشوط الاول اللي اتكلمنا عليهم. فالمدرب بيعتمد على يعني اللي احنا شايفينه من خلال مباراه سيراميكا، مدرب الزمالك فيريرا بيعتمد على التقفيل الدفاعي بشكل كويس، يبتدي يتحرك خلال المباراه، يبتدي يفتح الدنيا. هنقول لسه بيقرا الفريق، ماشي بيقرا الفريق، بس معظم الفريق في الشوط الاول ده كان فريق الزمالك السنه اللي فاتت، الناس اللي لعبت مع بعض ولا حافظه بعض. بالنسبه للمدرب لا، ياخد وقته، احنا مع المدرب ياخد وقته خلال ياخد النص الاولاني من الموسم ده عشان نقدر نحكم على اي مدرب. بس انا شايف ان هو في المباراه دي نجح بنسبه 7/10 في اداره المباراه بشكل جيد. بيلعب خصم قوي وعنيد، والفرقه بتمسك كوره، بتلعب كوره، ان هو يوصل النتيجه دي معاه حتى لو الهدف الثاني جه في اخر دقيقه في المباراه، وده لسه هنتكلم عنه. لا، هو نجح في الخطه بتاعته وامن دفاعاته. وانا شايف ان طريقه الكره الحديثه انا ما تكونش فيها هدف بس هعرف اجيب اهداف، وهو ده اللي عمله. عرف يقفل كويس، ما دخلش فيها اهداف، وعرف يجيب اهداف. اللي شفناه في الجونين بتوع الزمالك، الجون بتوع ناصر منسي هو كان في مجهود رائع وجميل وفني ومهاري من اللاعب في نهايه الكوره. اللي حصل مع ناصر منسي هو تقريبا اللي عمله شحاته تستخلص الكوره من نص الملعب من المنافس، ولمح بعينه جون متقدم وحطها في جون، ولا اجمل ولا اروع من كده. حطها في الجون مباشره، سقطها من ورا الجون. شابوه طبعا لشحاته في الجون ده، واداء مميز. وده خلت الواحد يقول لا، ده نجم المباراه او راجل المباراه هتروح لشحاته بالجون الجميل اللي جابه. بس انا شايف مع الجون الجميل اللي جابه والجون الجميل بتاع ناصر منسي، لا، حركه ناصر منسي لما دخل في نص الملعب فرقت كتير جدا مع نادي الزمالك. ده اللي احنا هنشوف بقى المباراه الجايه. هل ناصر منسي هيلعب ناحيه اليمين، يبقى تغيير خطط خلال المباراه بيحركه ويديله حريه كامله، ولا هنبتدي نشوف ناصر منسي يلعب شويه على حساب عبد الله السعيد، يلعب شويه على حساب دونجا او شحاته؟ انا شايف طريقه اللعب بالاثنين، الوسط المدافع 6، يعني هي قناعات مدرب. انا شايف المدرب مقتنع بالطريقه دي. شايف الاثنين بتوع الزمالك بيقلوا من اداء الزمالك كتير، يعني بجد لا، الزمالك محتاج يمسك كوره ويطلع بالكوره من تحت عشان يقدر ينافس اي فرقه منافسه. دلوقتي معظم الفرق الدولي بقت بتنقل كوره، الفرق بقت بتمسك كوره وبتنقل كوره، فلازم يبقى واحد من الاثنين دول بيتحرك بشكل كويس بيساعد هجوميا عشان الزمالك يبقى للشكل الهجومي. نهايه المباراه شايف ان لا، الزمالك محتاج يتحرك شويه، التسليم والتسلم عنده قليل شويتين 3، الاثنين 6 دول يتحركوا بشكل كويس. عبد الله السعيد ياخد مهام بشكل اكبر من كده، ينزل لنص الملعب، يعمل راس مثلث مع الاثنين رقم 6 شحاته ودونجا، ويستلم الكوره عشان يبتدي يحرك الفرقه. نهايه المباراه انا شايف اداء المدرب مقنع في البدايه، اداء اللعيبه مقنع دفاعيا، هجوميا لا لسه كتير.
الانتقالات الجديده شايف اللي نقدر نديله شويه، يعني شايف شيكو بنزل لسه بدري عليه مش هنقدر نقول حاجه دلوقتي. وحميد معالي خد جزء صغير من المباراه لسه برضه ما شفناش، انما انا من لمسات ادم كايد لا ممكن لعيب بديل كفء او ممكن الزمالك يعتمد عليه، ده اللي هيبان خلال الفتره اللي جايه. ده كان تحليل لاداء الزمالك خلال الشوط الثاني، وان شاء الله بعد الفاصل هنتكلم عن سيراميكا كليوباترا الشوط الاول والشوط الثاني، وخليكم معانا في قول كوره. قول كورة واحنا كمان هنقول. ورجعنا لكم تاني في قول كوره. هنتكلم عن سيراميكا كليوباترا الشوط الاول. بصراحه زي ما وعدنا كابتن علي ماهر، الاداء الجميل السلس، الكوره اللي توصل بسهوله لمنطقه منطقه دفاع الخصم. بصراحه اداء طيب جدا، نقل الكوره بطلع بالكوره من تحت العب على الفيرود الزياده. انا بالنسبه لي بنقل لغايه لما اللي هو اللاعب زياده في الملعب، ده اللي عمله كابتن علي ماهر في الشوط الاول، بنقله لغايه لما نوصل. انا بفضل اسلام عيسى فبطلع كوره ناحيه اليمين، او بفضل الوينج للشمال فبطلع كوره ناحيه الشمال. وفي اختراقات كانت بتتم من النص، ومعظم الاختراقات كانت يعني ما بتوصلش لمرمى صبحي، عدا الكورتين اللي اتكلمنا عليهم. كوره في الدقيقه الثالثه كانت بتاعت فخر لقاي وجت في القائم، وفي كوره بعديها اللي هي بنتكلم عليها بتاعت 10 دقايق ولا حاجه، تصرف اسلام عيسى بشكل كويس وخد الكوره جوه الملعب، بس تسديدته كانت بصراحه مش كويسه وطلعت على شمال صبحي. اللي انا شفته كابتن علي ماهر استحوذ هجمتين بس، وده برضه هنقول عيب هجومي رغم استحواذه ونقل الكوره طوال الشوط الاول، هو اللي وصل فيه نسبه استحواذه حوالي 65%، بس ما قدرش يترجم الاستحواذ ده لهجمات او اهداف. انما لما نيجي نقيم الاداء في الشوط الاول، لا اداء سيراميكا افضل من اداء الزمالك، رغم ان اداء المباراه اداء الشوط الاول اقل متوسط، بس سيراميكا افضل كتير جدا من الزمالك. ودي طريقه لعب الكابتن علي ماهر، ان انا ما بطفش الكوره، انا بطلع بالكوره من تحت، بنلاقي بعض. وشايف بصراحه يعني عمرو السولية شابوه 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 شابوه، رغم ان العمر السني الكبير نسبيا بالنسبه للاعيبه كتير في الملعب، انما اداء عمرو السولية كان اكتر من ممتاز، وبالاضافه اداء سعد سمير برضو كان ممتاز. شايف فرقه كويسه جدا، قلت كتير نتيجه احمد رضا بوبو اللي مشي، سلاكا، قندوسي المصاب، لا بس لا فرقه بتلعب كوره، فرقه بتعرف توصل للمرمى. مش هنقول كان حظهم سيء، بس لا انا شايف ان الزمالك كان مقفل دفاعيا كويس، فده وصل الشوط الاول للنتيجه السلبيه اللي احنا شفناها. ده كان اداء سيراميكا كليوباترا في الشوط الاول. الشوط الثاني انا شايف ان سيراميكا كليوباترا بدا الشوط الثاني باستحواذ نفس طريقه الشوط الاول، بس ما خدش كتير في المباراه. ابتدى الزمالك يبادر سيراميكا كليوباترا بعد 15 دقيقه الهجمات. اول ربع ساعه من الشوط الثاني كان اداء فاتر من الفرقتين، ما شفناش فيه الهجمات او الاثاره او التشويق في ربع ساعه الاولاني، لغايه نزول التغييرين اللي عملهم الزمالك. حركوا الزمالك شويه، ابتدينا نشوف سنه كوره، يعني نقل الكوره، مفيش فاقد الاهتمام بالكوره شويتين ثلاثه من الفرقتين. انا شايف ان اداء سيراميكا في الشوط الاول ما اختلفش كتير عن ادائه في الشوط الثاني، سوري ما اختلفش كتير عن الشوط الاول. اللي اختلف ان الزمالك قدر يخطف المباراه في هجمه وفي تصرف فردي بشكل كويس من ناصر ماهر، عارف يخلص المباراه بجول. وفضل الزمالك بعد الهدف اللي احرزه ناصر ماهر تقريبا في الدقيقه 81 الزمالك محافظ على تكتله الدفاعي بشكل كويس جدا، وما اداش مساحات لسيراميكا كليوباترا لغايه ما جه الخطا اللي تم من اسلام عيسى في نص الملعب، وان شحات عارف يستخلص منه الكوره وحط الجون الجميل اللي احنا شفناه من نص الملعب تقريبا من عند خط المنتصف، سقط الكوره في بسام اللي كان متقدم كتير جدا عن جونه عشان ينهي الزمالك المباراه 2-0. لو جينا نقيم المباراه في سطور،
انا شايف نجم من نجوم المباراه فيريرا مدرب الزمالك طبعا، ناصر ماهر، محمد شحاته بأدائه والجون اللي أنهى بيه الأداء الكويس بتاعه والجون الجميل اللي جابه. الناحية التانية أنا طبعا شابوه الكابتن علي ماهر، أداء المتزن، الشكل الثابت للفريق، الكورة الحلوة اللي بتتلعب. دي الحاجة الكويسة اللي احنا شفناها من المباراة، الأداء الطيب من ناصر ماهر ومحمد شحاتة داخل الملعب، وشغل المدربين اللي احنا شفناه بشكل واضح جدا، شغل فيريرا وشغل علي ماهر. نهاية المباراة انتهت 2-0 للزمالك، دفعة قوية للزمالك في بداية مشواره. نقول إحباط شوية للكابتن علي ماهر، خصوصا عارف الكابتن علي ماهر بيحب يلعب بالكرة الهجومية ودايما قدام أي فريق بيلعب على المكسب. نقول للزمالك مبروك، ونقول للكابتن علي ماهر هارد لك، مبروك لفريرا، هارد لك لعلي ماهر، مبروك للزمالك، هارد لك لسيراميكا. نتمنى نشوف الأداء بيعلى من المباراة للتانية، عشان احنا نفسنا كل الكلام ده أداء الفرق كلها تعلى عشان ينعكس على المنتخب الوطني بتاعنا. دي كان تحليلنا لمباراة السيراميكا والزمالك، انتهت بفوز الزمالك 2-0. أحرز الهدفين ناصر ماهر في الدقيقة 81، محمد شحاتة قبل نهاية المباراة بدقيقة في الوقت المقتصر ضربة الضائع. ده كان تحليلنا المباراة الرئيسية اللي معانا النهاردة، وإن شاء الله بعد الفاصل هنتكلم في عجالة عن نتيجة المباراتين التانيين، وخليكم معانا في قول كورة. قول كورة واحنا كمان هنقول. ورجعنا لكم تاني بعد ما اتكلمنا عن المباراة الرئيسية اللي كانت معانا النهاردة. هنتكلم عن مباراة بيراميدز ووادي دجلة. المباراة دي كانت بتقام الساعة 6 النهاردة الجمعة 8/8. المباراة انتهت بالتعادل السلبي. بصراحة مباراة كانت ضعيفة، لو هنديها درجة بنتكلم في 2/10، أقل من المتوسط. المباراة مكانش فيها كورة. شايف بطل أفريقيا بيراميدز يعني أداء غير مباشر تماما. الناحية التانية شايف أداء الصاعد لدوري الأضواء، شايفه لا أداء معقول كتير جدا بالنسبة لوادي دجلة، إنه يعرف يطلع بنقطة من بيراميدز في أول مباراة ليه في الدوري. لا شيء كويس. شايف نجم المباراة ما فيهاش حاجة كتير هنتكلم عنها. كان فيها حالة طرد وليد الكارتي. كان شايف طبعا حالة الطرد يعني طرد مستحق، رغم ان شايف ان هو ما كانش فيه تعمد الإزاء. هو كان فيه تهور شوية، ان الكارتي وهو داخل على الكورة وش رجله اليمين نام على أرضية الملعب، فقد توازنه، فبيحاول يلحق الكورة برجله الشمال، وطبعا جسمه اوت اوف بالانس، يعني مش قادر يتحكم في جسمه تماما، فرجله راحت بالشكل اللي احنا شفناه فيها استقامة بالستارز في ساق الخصم. حتى لو انا شايف من وجهة نظري ان ما فيهاش التعمد الإزاء، بس هي فيها التهور الزائد اللي استحق عليه الطرد. فقرار طرد قرار سليم، ان فعلا هو فعلا ما قدرش يلم رجله نتيجة ان قدمه جت تحت جسمه، قدم الكارتي جت تحت جسمه، فقد التوازن، وطبيعي جدا رجله راحت بالاستقامة دي. انا كحكم هقول لا، طرد مباشرة. ولو بين الكرة دي اللي 100 حكم 99% منهم هيقولوا لا، طرد مباشر. فقرار حكم سليم 100%. كان في حالة طرد تاني أصفر فاصفر لوادي دجلة. الأداء أداء طيب من طاقم التحكيم بالكامل. هي المباراة اللي كانت دون المستوى. نجم المباراة من وجهة نظري هو في نجم واحد بس، محمد الشيخ مدرب وادي دجلة، 31 سنة، اللي قدر يلعب. ما كانش عنده خوف من بيراميدز، لا قدر ينقل رغم ان الطرد صار شويتين في الشوط الأول، لا بس مسك لعيبته وبيتحرك مع لعيبته، تحس ان هو دخل جوه الملعب معاهم بيلعب معاهم، مسكوا كوره ونقلوا واستحوذوا بس بدون اي فعاليه هجوميه. المباراه انتهت 0-0، ودي كانت مباراه وادي دجله وبيراميدز.
المباراة التانية طبعا ما كانش عندنا فرصة إن احنا نشوفها، هي مباراة المصري والاتحاد السكندري. المصري قدر يخلص المباراة 3-1. دخمون جاب هدفين، والهدف التالت جابه عمر الساعي، والاتحاد أحرز الهدف لمحمد إبراهيم، وانتهت المباراة ب 3-1 للمصري بورسعيدي على الاتحاد السكندري. من الثلاث مباريات دول مصر مصدر الدوري ب3 بونت، يجيب 3 أهداف، يليه الزمالك 3 بونت، ثم بيراميدز ووادي دجلة كل واحد ليه بونت، وبدون نقاط سيراميك كليوباترا والاتحاد السكندري. ده كان تحليلنا لمباراة الدور أول يوم، مباراة الجولة الأولى. أول يوم فيها اللي هو الجمعة 8/8، 3 مباريات اللي احنا ذكرناهم. إن شاء الله بكرة في 4 مباريات. إن شاء الله نحط الجدول بتاع المباريات لغد إن شاء الله معانا هنا على الصفحة. قول كورة نرجع لكم تاني بعد الفقرة ديت عشان نجاوب على سؤال الحلقة اللي فاتت، وقبليها نتكلم عن المعلومة الإسرائيلية اللي احنا متعودين دايما نتكلم عليها، وهنقول سؤال الحلقة ديت إن شاء الله. نتكلم على المعلومة الإسرائيلية، وهنحل سؤال الحلقة اللي فاتت، وهنقول سؤال الحلقة الجديد. خليكم معانا في قول كورة. قول كورة واحنا كمان هنقول. ورجعنا لكم تاني في قول كورة، ودي فقرة المعلومة الإسرائيلية الكروية في هل تعلم. الحقيقة النهاردة معانا معلومتين بساط كلنا عارفينهم، بس هنقولهم بشكل سريع كده. عدد اللاعبين هم 11 لاعب، أحدهم حارس مرمى. يعني أنا عندي المباراة يكون فيها 11 لاعب، لازم يكون مسمى فيها حارس مرمى. مسمى فيها يعني أنا قايل فلان ده حارس المرمى، يبقى أنا مفيش أي مباراة تتلعب إلا لما يكون فيها حارس مرمى. يبقى أنا هبدأ المباراة ب10 ب9 ب11 لازم يكون فيها إيه؟ حارس مرمى. دي أول معلومة. هنتكلم على معلومة تانية، إن المباراة لا تستكمل وتنهى المباراة إذا قل عدد اللاعبين عن 7. يعني اللاعبين لو في حالات طرد لعيبة قلت عن 7 لا تستكمل المباراة، تنهى المباراة. الحكم بيكون بينهي المباراة عشان مفيش العدد الكافي. فاحنا كده عندنا المعلومتين دول اللي اتكلمنا عليهم النهارده، نتمنى تكونوا فادونا وثقفونا. وعندنا الإجابة عن سؤال الحلقة السابقة. الحلقة السابقة السؤال لو هنفتكروا فيها مع بعض، عند إيقاف اللعب واستئنافه بإسقاط، وقام الحكم بإسقاط الكرة وركل لاعب الكرة ودخلت الكرة المرمى مباشرة، ما هو قرار الحكم؟ يبقى ده السؤال بتاع الحلقة اللي فاتت. الإجابة هما حاجتين. هنقول طبعا طالما السؤال ما ذكرش فيه اللاعب ده من فريق A ولا B، يبقى احنا بنتكلم على أي لاعب أيا كان اللاعب اللي موجود جوه الملعب. اللاعب ركل الكرة، الراكل دوت اللي هو راكل الكرة، اللاعب ده ركل الكرة والكرة دي دخلت مرمى المنافس، يستأنف اللعب ركلة مرمى. طب الكرة دي دخلت المرمى مباشرة في مرماه هو، مرمى الراكل اللي لعب الكرة، دخلت الكرة في مرماه هو، يستأنف اللعب بركلة ركنية. فهنا الناس هتتكلم هتقول ليه؟ هنقول حاجة واحدة، القانون بيقول، وهي ما فيهاش ليه، القانون بيقول الكرة المسقطة لا يتم احتساب هدف منها إلا إذا لمست الكرة لاعبين، يعني 2 لاعبين. في الحالة دي الكرة لمست لعيب واحد اللي هو الراجل اللي شاط الكرة ودخلت المرمى مباشرة، فعشان كده لا يحتسب منها هدف. يبقى لو دخلت الكرة مرماه ركلة ركنية، لو دخلت مرمى المنافس ركلة يستأنف اللعب ركلة مرمى. ده كان الإجابة على السؤال الحلقة اللي فاتت. نتمنى نكون أفدنا حضراتكم بالمعلومة الإسرائيلية والسؤال، وإن شاء الله خليكم معانا عشان نقول سؤال الحلقة دي. خليك معانا في قول كورة. قول كورة واحنا كمان هنقول. ورجعنا لكم تاني في قول كورة. سؤال الحلقة دي، ما هو قرار الحكم إذا لاحظ بعد إحراز الهدف وقبل استئناف اللعب تواجد شخص زائد داخل ميدان اللعب عندما تم إحراز الهدف، والشخص ده تداخل في اللعب؟
ايه هو قرار الحكم؟ يبقى نقول تاني، ما هو قرار الحكم إذا لاحظ بعد إحراز الهدف وقبل استئناف اللعب تواجد شخص زائد داخل ميدان الملعب عندما تم إحراز الهدف وتداخل الشخص ده في اللعب. ده سؤال حلقتنا. نتمنى كده إن شاء الله نسمع منكم الإجابات ونرد عليها والتعليقات. وبكرة إن شاء الله عندنا 4 مباريات بقى نشوفهم مع بعضينا كده. هو عندنا بكرة مباراة السبت 9/8، عندنا مباراتين الساعة 6، مباراتين الساعة 9. عندنا المباراتين، أول مباراة هي سموحة وطلائع الجيش، ده هتكون على استاد برج العرب الساعة 6. وعندنا المقاولين العرب وزد اف سي، ده على استاد المقاولين العرب الساعة 6. تالت مباراة الساعة 9 هتكون اسماعيلي وبتروجيت على استاد اسماعيلية. والمباراة الأخيرة اللي أكيد معظم الناس مستنينها وكلنا مستنيين، مباراة مودرن سبورت والأهلي، ده هتكون على استاد القاهرة الساعة 9. ده جدول مباريات الغد السبت 9/8 من الجولة الأولى. وإن شاء الله باقي المباريات تستكمل يوم الأحد بآخر 3 مباريات موجودة في الجولة الأولى. وإن شاء الله نتمنى نشوفكم على خير إن شاء الله بكرة بعد مباراة الأهلي، ونسمع إن شاء الله تعليقاتكم وإجاباتكم على الأسئلة بتاعتنا. ودايما مع بعض في قول كورة، هشام حامد حكم الكرة السليمة. السلام عليكم.